هو انستا باي هيبقى بفلوس ليه؟ ما احنا كنا ماشيين كويس. بص، انستا باي زيه زي اي ابلكيشن في الفيلد ده، بيشتغل بنفس الاستراتيجي بتاعه الشركات الناشئه والستارت ابس، مع ان يعني هو مش مملوك لافراد زي الشركات الناشئه العاديه، ولكن هو ماشي بنفس الطريقه اللي هي ايه بقى؟ جرو بيج فاست، او اكبر بسرعه. يعني ايه الكلام ده؟ اي تطبيق من التطبيقات اللي هي بتاعه الفinتك او غيرها، حتى تطبيقات التوصيلات او غيره، بيعمد الى ان هو يفضل يدي الخدمه بتاعته مجانا او بسعر قليل جدا، وفي بعض الاوقات كمان بيحط فلوس من جيبه، يعني بيخسر بشكل متعمد. وغالبا الترمينولوجي اللي بيستخدموها في الموضوع ده بيسموه ان احنا بنحرق فلوس. علشان كده بتلاقي الشركات الناشئه دايما بتدخل دورات تمويليه علشان المستثمرين يقدروا يحطوا معاهم فلوس، وهم ياخدوا الفلوس دي ويستخدموها في انهم يحرقوا جزء منها علشان يعززوا مكانتهم في السوق، والجزء التاني طبعا بيتصرف على الاوبريشن وعلى الموظفين وعلى الدعايه بشكل كبير جدا. هو برضو هنا بيعمل ايه وليه بيحرق الفلوس دي؟ علشان يقدر ينتشر باكبر قدر في اقل وقت. وده اللي انستا باي عمله. انستا باي بقى له 3 سنين انتشر بشكل رهيب جدا، لان هو بيقدم الخدمات بتاعته مجانا. ومفيش حاجه اسمها بيقدم الخدمات بتاعته مجانا، لان في شركه وفي ستاف وفي ناس بتشتغل. يعني لو مش عايزين ارباح حتى على الاقل نصرف على الناس دي، صح؟ يبقى هو كده بيحرق فلوس من جيبه. طيب هو ايه المستهدف بتاعه؟ المستهدف بتاعه انه يدخل بيت كل مصري، انه يبقى على موبايل معظم المصريين، ان اي حد عنده بنك اكاونت بيعمل عمليات ماليه، بيحول فلوس او بيتبرع حتى عن طريقه، او اي حد بيدفع الفواتير بتاعته، اي حاجه من الحاجات دي يستخدم التطبيق ده. لما كلنا اتعودنا بقى على التطبيق، ايه اللي مطلوب بقى الفتره اللي جايه؟ خلاص كلكم تمام متعودين على التطبيق المجاني وما تقدروش تعيشوا من غيره. خلاص انا دلوقتي هبتدي احط شويه فيز، تدفعوا لي بقى على كل تحويله من التحويلات دي فلوس، هتتشيك الرصيد بتاعك تدفع لي فلوس. مبالغ صغيره، مبالغ بسيطه صحيح، بس بتجمل بقى معاه هو. وهو ده بقى اللي هو نازل يلعبه دلوقتي، اللي هو من الاخر دلوقتي كده لحظه الحقيقه لانستا باي. هل لما انستا باي خلت التطبيق بتاعهم بفلوس، الناس هتكمل استخدامهم للتطبيق وتدفع الرسوم البسيطه دي، ولا زي ما شاف في بعض التعليقات على مواقع كتيره، خلاص باي باي انستا باي مع السلامه؟ ظني ان الناس هتكمل، مش بنفس الوتيره ومش بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنستخدمها، اللي هو حد عايز بالتاني 10 جنيه بيبعتها له، ويقوم التاني يقول له لا والله ال 10 جنيه عندي، يقوم مرجعها له تاني، الهزار اللي كان بيحصل ده خلاص كده. ولكن هيبقى فيه طبعا شريحه كبيره من المصريين هيفضلوا يكملوا استخدام للتطبيق ده، عشان نقطه مهمه. واحد من اهم اهداف انستا باي اللي اتعمل عشانه، او الاوبجكتيفز الاساسيه ليه، انه يعمل ديجيتاليزيشن للعمليات التحويل المالي. يعني بيخلي الموضوع رقمي اكتر، بيحاول يخلي الناس تبعد عن الفلوس الكاش الورق، وتقدر تستخدم المعاملات الرقميه اللي زي تعاملات عن طريق انستا باي في التحويلات وغيره. واظن ده اللي ناس كتيره دلوقتي بتستخدمه. يعني انت لو وقفت تشتري خروب من عند واحد واقف في اول الشارع، هتلاقيه حاطط كده يقول لك الانستا باي بتاعي زيرو كذا 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 كذا، محفظه الكترونيه بقى ولا وات ايفر، حسب بقى ما انت بتعمل معاه. فبالتبعيه ابتدت شرائح كتيره في المجتمع تستخدم انستا باي. الفتره اللي جايه بقى هنشوف قد ايه ناس هتهجر التطبيق، وقد ايه ناس هتتمسك بيه وهتكمل. هيبان بقى بعد كده طبعا في التقارير اللي بيطلعوها عن مجمل التحويلات الماليه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت والفتره القادمه، وهنشوف. بس اظن ان الدنيا هتكمل عادي وهينجحوا يعني.